بسم الله الرحمن الرحيم. تم قبل قليل النطق بالحكم الصادر في حق السيد إلياس المالكي، وقررت المحكمة البداية بالجديدة والمحكمة الابتدائية بالجديدة تبرئة ساحته من جنحتين اثنتين: الأولى التحريض على الكراهية، والثانية الإخلال بالحياء العلني. هاتان التهمتان تم تبرئته منهما، وتم الحكم بإدانته من أجل باقي الأفعال بما في ذلك التمييز. طبيعة الحال العقوبة التي صدرت هي 4 أشهر حبسا نافذا، عقوبة مقبولة إلى حد ما، ولكن تبقى قابلة للاستئناف لأنها يدخل في تقديرها الإدانة من أجل التمييز، ونحن نعتقد كدفاع عن يقين وعن جزم بأن التمييز غير ثابت في حقه، وبالتالي يبقى لمحكمة الاستئناف الجديدة بعد استنفاذ إجراءات الاستئناف يبقى لها الكلمة الفصل للقول فيما إذا كانت جنحة التمييز ثابتة في حقه أم أنه يتعين إلغاء الحكم المستئنف والتصريح من جديد ببراءته بخصوص جنحة التمييز، وبالتالي خفض العقوبة المقضي بها إلى الحد الذي يناسب. بداية من يوم غد إن شاء الله سنستأنف أو سنباشر إجراءات استئناف الحكم الذي صدر اليوم. طبيعة الحال هو نتمنه في الشق القاضي بالبراءة، ولكن أكيد أنه قد مس بمصالح مؤازري، وبالتالي يبقى من حقه أن يطلب منا استئنافه في داخل الأجل القانوني، وبطبيعة الحال ستكون هناك معركة قانونية أخرى أمام محكمة الاستئناف. في جميع الأحوال نحن نثق بقضائنا ونثق بعدالة هذا الجهاز، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشكك في نزاهته ولا في أي أمر من الأمور الأخرى. الحكم الذي كان اليوم هو حكم إلى حد ما مقبول، وفي شق آخر فإنه كما قلت سنسلك المساطر القانونية التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن تحقق العدالة لفائدة إلياس المالكي. نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن تقضي نفس المحكمة فيما يخص الملف الثاني كذلك ببراءته من جنحة التمييز وكذلك من جنحة التحريض على الكراهية. لا زال الوقت أمامنا للاطلاع على الملف ودراسته والتشاور